ايه يا شباب، اخباركم ايه؟ ناس كتير قوي بتخش تسالني اشتري الايفون كذا او الايفون كذا، بطاريه 100% او بطاريه فوق ال90. طبعا كل الناس عندها فكره ان كل ما الجهاز فوق ال90% فالجهاز كده تمام، ولكن مش دي القاعدة العامة. يعني من الآخر كده في بعض الأجهزة لازم تشتريها وهي أقل من ال90%، لأن لو اشتريتها أعلى من ال90% أكيد الجهاز ده هيبقى مغير بطارية او الجهاز مفتوح وفيه عيب. فمن غير رغي كتير كده خلونا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولينك انستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك، ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عندنا فكر ان كل ما البطارية كانت نسبتها اعلى كل ما الجهاز بقى انضف والجهاز استعمال خفيف والجهاز يكون جديد. وبصراحة الفيديو ده هنتكلم فيه عن جزئين: جزء ليه بعض الايفونات ما تشتريهاش بنسبة 100%، والجزء التاني الايفونات اللي بتبقى نو اكتف. في بعض الايفونز بتكون نو اكتف، انا ما بنصحش بيها خالص. في قليل جدا اللي بنصح بيه، ولكن الباقي بيكون معظمه تجميع. خلينا نبتدي اول حاجه بالاجهزه اللي بتبقى بطاريتها 100%. انت عندك دلوقتي اجهزه كتير قوي تروح تشتري يقول لك ده الجهاز ده بطاريه 100%، الجهاز ده بطاريته 90%، فوق ال 90%. طيب انت بص ليه الجهاز ده هو نزل امتى؟ يعني خلينا نبتدي كده. مثلا لو عايز تشتري جهاز ايفون اكس او اكس اس او اكس اس ماكس، ما تقنعنيش ان في جهاز من الاجهزه دي فوق ال 90%، لانك لو ببساطه رحت اشتريت الجهاز ده فوق ال 90% وش كده الجهاز ده مغير بطاريه او متجمع وفيه عيوب. ليه؟ لان الجهاز ده زي ما انتم عارفين نازل بقاله 5 سنين او داخل في ال5 سنين اهو. فمفيش جهاز هيقعد 5 سنين شغال وبطاريته فوق ال 90%. هتقول لي لا، ما هو ممكن يكون لسه شغال قريب. للاسف الجهاز ده اصلا يعني وقف تصنيعه من بعد نزوله بسنه. يعني الاكس والاكس اس والاكس اس ماكس، الثلاث اجهزه دول نزل او وقف تصنيعهم بعد ما نزلوا بسنه. يعني عندك الاكس نزل قبل الاكس اس والاكس اس ماكس بسنه، فهتلاقي الاكس اس مستحيل تلاقي الجهاز ده بطاريه فوق ال 86 او ال 87، واكيد هتلاقي اقل من كده كمان، لان ببساطه الجهاز ده قديم جدا بقاله 5 سنين. فصعب جدا تلاقي بطاريه فوق ال 90 في الاجهزه دي. فلو رحت محل او رحت مكان وقال لك انا عندي الاكس اس او الاكس او حتى الاكس اس ماكس بطاريه فوق ال 90%، سيبه وامشي، ما تشتريش من عنده. لان ببساطه كده مفيش ولا جهاز من الاجهزه دي هتلاقيه بطاريه 100% او حتى فوق ال 95% او حتى فوق ال 90%، لان الاجهزه نازله بقالها كتير جدا. عندك بقى سلسله الايفون 8 والايفون 7، الاجهزه دي نازله بقالها 7 سنين و6 سنين. فما تتوقعش تماما ان الاجهزه دي تلاقيها بطاريه فوق ال 85. الاجهزه دي هتلاقي بطاريتهم دايما تحت ال 85، وقليل كمان اللي هتلاقيه تحت ال 85، المعظم هتلاقيه تحت ال 80 كمان، لان الاجهزه دي بقى لها 6 سنين و7 سنين. فصعب جدا تلاقي بطاريه فوق ال 80. ده غير اصلا لو لقيت بطاريه فوق ال 80 غالبا هيكون الجهاز ده مغير بطاريه او متجمع. طب هتقول لي ازاي؟ ده انا بكشف عليه على 3 تولز وبتاكد ان الجهاز مش مغير بطاريه. للاسف دلوقتي في الصين بقوا يغيروا ويجمعوا الجهاز كله حاجات اصليه، وفي حاجات كمان متجمعه مضروبه، وفي نفس الوقت بيدخل كده السيريال نمبر بطريقه معينه وبيعمل برمجه للجهاز بحيث ان الجهاز يظهر على 3 تولز ان هو مش مغير اي حاجه. فانت بتروح تشتري جهاز يقول لك ده نو اكتيف او جهاز بطاريه 100% او حتى جهاز فوق ال 90%، وانت اصلا ما تعرفش ان الاجهزه دي كلها متجمعه وفيها حاجات كتير مش اصليه. وبالفعل اول ما بتشتري الجهاز ده بتلاقي بطاريته بتنزل بشكل كبير جدا، وبتلاقي الجهاز بيحصل له مشاكل، واللي بيفصل اي دي، واللي تلاقي بطاريته بتهرب، وحاجات كتير قوي، مشاكل كتير. فانا ما انصحش الاجهزه دي اصلا انك تشتريها فوق ال 85% او حتى فوق ال 80%. انت عارف في الاجهزه دي الاضمن لك انك تاخد الجهاز تحت ال 80% وتروح تغير البطاريه انت بنفسك. على الاقل هتبقى واثق ان غيرت البطاريه بس الجهاز مش ملعوب فيه في حاجات تانية، لان بالفعل الاجهزه دي معظمها ما بتبقاش مشكله بطاريه وبس. طيب دلوقتي بقى عندك سلسله ال11 وال11 برو وال11 برو ماكس. الثلاث اجهزه دول في منهم جهازين ما تشتريهمش لو هم 100%، وهو ال11 برو ماكس وال11 برو،
لان الاجهزه دي بكل بساطه نازله بقالها 3 سنين، لان الموضوع ده منتشر جدا بالذات في ال11 برو وال11 برو ماكس. ناس كتير قوي بتباعها، وده انا شفته بعيني، كنت نزلت في كذا محل بدون ذكر اسامي، لقيت عندهم كميه 11 برو و11 برو ماكس بطاريه 100% بشكل مش طبيعي. وطبعا كل الاجهزه دي بتكون متجمعه والبطاريه ما بتكونش اصليه، وبرده بيكون الكلام ده كله معمول له برمجه بحيث ان هو ما يظهرش على الثري تولز. فالافضل انك تبعد عن الجهازين دول تماما، بطاريه 100% او حتى جديد، لان الجهازين دول ما بيتباعوش جديد. اللي هتلاقي يقول لك انا عندي جهاز جديد بعلبته، دي بتبقى علبه مضروبه، بيبقى جهاز متجمع برده في الصين. بالنسبه بقى للايفون 11، لا الايفون 11 عادي انت ممكن تشتريه بطاريه 100%، بطاريه 99، بطاريه فوق ال 90 عادي جدا، ما تقلقش من الموضوع ده، لان بالفعل الايفون 11 لحد دلوقتي بيتباع جديد، ولحد السنه اللي فاتت ابل كانت بتصنعه عادي جدا، فالجهاز كان موجود جديد في السوق، وكان موجود كمان في تريد لاين وسويتش بلس. صحيح بالنسبه لل11 برو وال11 برو ماكس ما تشتريش برضو بطاريه فوق ال 95، لان مفيش اجهزه دي بطاريه فوق ال 95، هتلاقي ممكن في حدود ال 90 91 89 88 87 في الحدود دي، هتحس ان الجهاز الى حد ما مقبول، انما فوق الرينج ده اعرف ان الجهاز وش مفتوح وملعوب فيه. طيب بالنسبه للايفون 12، الايفون 12 برو، الايفون 12 برو ماكس، الاجهزه دي عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، ولكن لو هتشتري مستعمل يعني حاول تبقى فوق ال 95 او ال 93 94 في الحدود دي، لان برضو الجهاز ده بقاله سنتين نازل، فمش بعيد ممكن فيها اجهزه تلاقيها فوق ال90، ولكن ما تروحش تشتري جهاز من دول حاجه و90%، يعني مثلا 97 او 98، الا ما تبقى متاكد من الجهاز. الاجهزه دي بالفعل بتتباع جديده، يعني موجوده في السوق جديده، ولكن سعرها غالي جدا جدا، وانا ما بنصحش فعلا في السلسله دي انك تشتري اي جهاز منهم جديد. وبالنسبه لل13 وال13 برو وال13 برو ماكس، الاجهزه دي عادي جدا اشتريها حتى لو بطاريه 99%، ولكن برضو تفحصها بشكل كويس. وطبعا لو عايزين فيديو لفحص الاجهزه المستعمله وانت بتشتريها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات واعمل لكم فيديو في اقرب وقت. في كام جهاز كده انا نسيت اتكلم عنهم، جهاز زي الايفون اس اي والايفون 12 ميني والايفون 13 ميني. بالنسبه للايفون 12 ميني والايفون 13 ميني مش هتلاقي منهم جديد اصلا في السوق، فما تيجي تشتري الجهاز ده مش هتلاقي بطاريه 100%، ممكن تلاقي بطاريه 99 98، لان الاجهزه دي اصلا ما اتباعتش كتير، واللي بياخدوها في ناس كتير قوي بترجع تبيعها تاني، لان الاجهزه دي مش افضل حاجه في البطاريه، وبطاريتها سيئه جدا. فالجهازين دول حتى لو بطاريتهم عاليه ابعد عنهم، عشان الجهازين دول بطاريتهم مش افضل حاجه في البطاريه. والاس اي نفس الكلام، بطاريته سيئه جدا جدا. خلينا بقى ننتقل لتاني نقطه، وهي نقطه الاجهزه نو اكتيف. بص، في برضو ناس كتير قوي ومحلات كتير بيبيعوا اجهزه زي ال8 بلس، ال7 بلس، الايفون اكس، الاكس اس، الاكس اس ماكس، ال11 برو، ال11 برو ماكس، ويقول لك اجهزه نو اكتيف بدون كراتين، او حتى اجهزه دي بيقول لك دي جديده بكراتين. الاجهزه دي كلها مش موجوده في السوق جديد، ما تشتريش الاجهزه دي جديد خالص. يعني الاجهزه دي اي حد يقول لك انا عندي جهاز جديد ما تشتريش منه، لان غالبا الجهاز ده بيكون فيه نصبايا. تاني حاجه، لو قال لك الجهاز ده نو اكتيف وبدون كرتونه، اعرف ان الجهاز برده متجمع، وغالبا البطاريه يا اما بتكون مرفوعه عن طريق سوفت وير كده بيعملوه، بيرفعوا البطاريه لحد 100%، واول ما بتحط الجهاز ده على 3 تولز بتلاقي ان الجهاز مشحون مثلا 1500 مره 2000 مره، تلاقيه مشحون كتير جدا جدا، والبطاريه بتاعته تحت ال 80% حاجه و70%، وفي الاخر تلاقي ان هو باع لك جهاز بطاريه 100%، وبعد اسبوع ولا اسبوعين تلاقي الجهاز وصل معاك ل 89 و87، وهيفضل يقل بسرعه جدا. نقطه اخيره بقى قبل ما ننهي الفيديو، اما تروح تشتري جهاز ايفون عموما بقى، اذا كان جديد او مستعمل، حاول دايما تروح لمكان مضمون، مكان ناس صحابك مثلا جربوه قبل كده، حد من قرايبك جربه قبل كده، مكان انت واثق فيه. ده رقم واحد. رقم 2، لو انت اشتريت جهاز مستعمل من اي مكان حتى لو واثق فيه، خد الجهاز ده وروح افحصه في مكان تاني. غالبا المكان التاني الجهاز ده لو فيه ربع عيب هيقولك عليه بكل بساطة، لانه عايز يطلع دايما ان اي جهاز مش عنده وحش. فانت ما تشتري جهاز من عند اي حد حتى لو واثق فيه، نصيحة مني خد الجهاز ده اعمل له فحص عند اي مكان تاني، وهتكتشف اذا كان الجهاز ده فيه عيوب ولا لا. تالت حاجه، ودي حاجه انا برجحها دايما لاي حد رايح يشتري اجهزه مستعمل، خد معاك حد فاهم في الاجهزه قوي، او فاهم ازاي يفحص جهاز مستعمل، لان بصراحه
التجار في حته المستعمل دي بيضحكوا على ناس كتير جدا، وانا مش قصدي على كل التجار، لا، في بعض التجار بيعملوا نصابات كتير قوي في الموضوع ده. فاحذر دايما وانت بتشتري جهاز مستعمل انك يكون معاك حد بيفحص الجهاز وفاهم. رابع حاجه زي ما قلت لك، ما تشتريش الاجهزه اللي قلت لك عليها دي لو بطاريتها 100%، وما تشتريش برضو نفس الاجهزه دي لو قال لك نو اكتف. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك، وانزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 50000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولينك انستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش تفعلوا الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.